في أرض ولدت فيها الحضارات، صار التاريخ يكتب بالنار لا بالحبر. الشرق الأوسط، حيث لا تسمع أصوات السلام إلا خافتة وسط ضجيج الحروب. الحرب في الشرق الأوسط ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي قصيدة حزينة كتبت بالحبر والدم، وتتلى منذ عقود على مسرح لا يهدأ. في هذا الشرق، حيث الشمس تشرق على حضارات عريقة، تشتعل نيران النزاعات كأنها لعنة قديمة تأبى أن تنطفئ. من فلسطين، حيث يتقاطع الآلام مع الأمل، إلى سوريا التي تحولت شوارعها إلى ذاكرة مثقلة بالركام، وصولا إلى العراق التي عاش بين مد وجزر من الحروب. كلها فصول في رواية واحدة عنوانها صراع النفوذ والبقاء. اللاعبون في هذه الرقعة ليسوا فقط دول المنطقة، بل قوة كبرى تحرك الخيوط من بعيد، كأن الشرق الأوسط رقعة شطرنج، والجنود فيها بشر يحلمون فقط بحياة عادية. تتداخل المصالح السياسية، الدينية والاقتصادية، فيتحول كل خلاف صغير إلى شرارة، وكل شرارة إلى حريقة. في غزة، تختصر المأساة في مساحة ضيقة، حيث السماء ليست دائما للنجوم بل أحيانا للغبار. وفي مناطق أخرى تتغير الوجوه، لكن الحكاية تبقى نفسها: صراع على السلطة، على الهوية، وعلى من يكتب النهاية. ومع كل هذا، يبقى الإنسان هناك مثل شجرة الزيتون، عتيقة قد تنحني تحت العواصف لكنها لا تنكسر، لأن الأمل رغم كل شيء لا يزال يتنفس بين الركام. باختصار، الحرب في الشرق الأوسط هي مجيز معقد من التاريخ، السياسة، الدين، والمصالح الدولية، لكنها في جوهرها قصة إنسان يبحث عن السلام في عالم لم يتعلم بعد كيف يصنعه.